كامل تعرفوا الرز الجربي، بصح قليل منكم اللي يعرف كسكسي البسباس التونسي ولا الفرفوشه اللي يجي ميدم ويقتل بالبنه. المكون الاساسي فيه هو نبته البسباس، وانا اليوم درتو على الطريقه الصفاقسيه بالمرقاز. رايحين تحتاجوا نبته البسباس اللي تجي لاصقه في البسباس الخضراء، عندنا في الجزائر يمدوها لكم باطل. المهم اديو كميه مليحه، اغسلوها وقطعوها، فرغوها في الكسكاس وحطوها تفوروا. من جهه راح نجيب الكسكسي تاع سوسيمي كالعاده ديما نستعملو، عندهم الرقيق المتوسط والخفيف. الحاجه الهايله انه الكسكسي تاعهم جامي لا يعجن لكم. ديت منه نص باكي من المتوسط، بسستوه بزيت زيتون مع ملح كركم وفتلتوه بشويه ماء، وكي تنفخ حطيته يفور على البسباس اللي كان فار مام هو، وخليوه 45 دقيقه يفور هكا باش يجي طايب، لانه يفور فرد مره. بالنسبه لاصوص تقدروا ما ديروش المرقاز، انا قليت رطل المرقاز ومن بعد كي طاب نحيته، وفي نفس لاصوص قليت البصل. هي من الاحسن ديروا البصل الاخضر، انا ما كانش عندي، ومن بعد زدت الطماطم مع الثوم لا طوماط كونسونطري الهريسه، وتبلت بالتوابل اللي نكتبها لكم، وخليت كل شيء يتقلى، ومن بعد مرقت بشويه ماء، وكي يطلع الزيت تاعها من فوق نطفي عليها نزيد لها شويه ثوم ونخليها، ونرجع للكسكسي تاعي بعد ما فار، نفرغ عليه لاصوص البنينه ونحرك حتى يتشربها كامل. وهنايا الريحه صدقوني بنه عظيمه، وقدمته في الطاجين زينته بالمرقاز مع شويه زيتون، وصدقوني بنت وحدها، لازم تجربوه. وهذا ما كان.